السلام عليكم. اليوم حابة أقدم لكم طريقة عمل دجاج مشوي بالفرن وتمن فوقه حشوة. راح نحتاج لعمل الحشوة بهارات مشكلة، كركم، كاري، شعرية، كشمش أو زبيب، ملح وفلفل أسود، بصل، جزر، بوتيتا، بازاليا وزيت. عندي هنا الجزر غسلته وقشرته وسويته مكعبات صغيرة، وكذلك البوتيتا، وهسه راح أقليها. من تتحمر عندي راح أطلعها أخليها على ورق الرشاف وأتركها على جنب. راح أضيف زيت وأحمس الشعرية وأضيف لها مي وأتركها لمدة دقائق، بس ينشف المي أخليها على جنب. وراح أضيف زيت وأحمس البصل، أذبله شوية مو هواية، وراح أضيف الجزر وبعدها أضيف الكشمش وراح أقلبهم على النار شوية، أحمسهم. وآخر شي أضيف البازاليا. البازاليا اليوم عندي معلبات، طبعا إذا فريش أو جامدة هواية أطيب. قلبتها وضفت البهارات شوية، راح أحمسهم على النار وراح أخليهم على جهة. وهسه راح أبدي بالدجاج. راح أحتاج بصل، ثوم، هيل، شرايح ليمون وزيت، والبهارات بابريكا، كركم، كاري، بهارات مشكلة، ملح وفلفل أسود. عندي هنا الدجاج ضفت عليه البصل والثوم والشرايح مال الليمون، وكسرت الهيل، وراح أضيف البهارات والملح والفلفل والزيت، وراح أقلبه كلش زين. وخليته بالبايركس وحميت الفرن على درجة حرارة 450. راح أخليه لمدة 20 دقيقة، وصار عندي بهذا الشكل. وهسه راح أسوي تمن بسمتي أبيض، وصارت عندي الوصفة جاهزة. صبيت التمن وخليت عليه الحشوة وخليت الدجاج، طبق ولا أروع، كلش طيب ومشهور بالعراق. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا بالوصفة.